اللي جمهور النصر عمله بانه يدعم كريستيانو رونالدو في الماتش النهارده مع الاتحاد، ده اكبر غلط في وجهة نظري. يا جماعة مفيش حد اكبر من ناديكم مهما كان اللاعب ده مين، ومهما كان اللاعب ده مؤثر معاك. انت النادي بتاعك كبير قبل ما كريستيانو رونالدو يتولد كمان. فما تجيش النهارده لعيب حتى لو عنده حق ان هو يعترض على اللي حصل وان انتقال كريم بنزيما والكلام ده، ما ينفعش انه يسيب الفرقه النهارده. انت فرقتك لسه في المنافسه، انت فارق بونت واحد عن الهلال. انت يجي اللعيب اللي يعتبر واحد من اهم لعيبتك يسيبك في ماتشين ورا بعض عشان هو مقموص وزعلان؟ يا جماعه هو مقموص وزعلان ايا يكن السبب اللي هو شايفه، ما ينفعش ان هو يسيب فرقتك. السؤال لما كان في مانشستر يونايتد وكانوا مقعدينه تنهاج مطلعه بره ال 18 وبره القايمه والكلام ده، كان بينطق ولا كان بيتكلم؟ يا جماعه لوجه الله لمصلحه ناديكم ما تكبرش نادي على، ما تكبرش لعيب على النادي مهما كان اللعيب ده. الراجل ده معاكم بقاله 3 سنين وهو ما عملش حاجه تذكر. يعني الفرقه عندكم ما كانتش مثلا مش قاعده تكسب بطولات وبتاع بسبب ان هو موجود، فوالله لما شلناه الدنيا هتبوظ. يابا انت اصلا الفرقتين، الفرقه هجوميا متحرره قوي في ماتش النهارده تحديدا. حته بقى انه ضيع فوق ان والله جات لنا كام فرصه وضيعوها مش عارف ماني على مين. يابا ما هو كان موجود برضه عندك وبيضيع فرص، يعني مفيش اي مشكله خالص يعني. يا جماعه لوجه الله يعني نصيحه فعلا لجمهور النصر، يا جماعه بلاش دعم للراجل ده. وفي نقطه تانية، انا شفت النهارده اللعيبه برضو بتدعم الكلام ده. يا اخوانا اللعيبه اللي بتدعم الكلام ده هتحاول في وجهه نظري هتحاول تضحك عليكم. في وجهه نظر انا ليه؟ لان دلوقتي هم معاهم عذرهم لو خسروا اي بطوله، اصل والله نفسيتهم تعبانه عشان كريم بنزيما راح الهلال وعداله المنافسه. انت اديتهم سبب يخليهم يريحوا فيه ويتدلعوا. يا اخوانا انتوا بتدفعوا فلوس ملايين الملايين. كريستيانو رونالدو ده ما كانش هيلاقي نص او ربع الارقام اللي هو بياخدها عندك وخلصنا. ما انت هتعمل له ايه؟ هنخلي مثلا هنسمي الرياض باسمه عشان يتبسط؟ ما هو مش كده يا جماعه، يعني روقوا وعقلوها، ناديكوا اهم.